يا مساء الفل. النهارده محمد رضا بوبو نزل بوست على الفيسبوك وتناقلته كل بقى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالرياضه والخاصه بالكوره والمواقع الرياضيه الكبرى، يعني بيتكلم فيه عن ان نادي فيوتشر باختصار كده، يعني لان البوست طويل قوي، ان النادي فيوتشر نصب عليه ونصب على الثلاث لعيبه اللي معاه اللي رايحين بيراميدز او اللي راحوا خلاص بيراميدز. وبيقول انه تم اجباره، او مش اجباره بمعنى ان يعني اتربط يعني عشان يمضي، لكن جابت له كده يعني ايه، بالحب وبالتنييم زي ما بيقولوا. امضي يا ابني على الاستغناءات، حاضر جه يمضي. امضي كمان على المستحقات. قال لهم لا، انا ما خدتش مستحقاتي، انا ليا لسه اكتر من 4 مليون. كان كاتب هو في البوست 4 مليون وكسر يعني، ده غير كمان الثلاث لعيبه الثانيه. يعني المبلغ لو هنفرض حتى ان كل لاعب من المجموعه الثانيه، الثلاث لعيبه التانيين ليه نص الرقم ده بس، فالمبلغ اجمالي بتاع الاربع لعيبه يعدي 10 12 مليون جنيه يعني. فقالوا له لا امضي، لا مش عارف ايه كلام من ده، ما دي مالهاش علاقه، دي ورقيات بتاع. قال لهم لا. فجه لرضا بوبو تليفون، هو ما رضيش يقول من مين، يعني كلنا متوقعين غالبا مين، يعني اكيد يعني يا رئيس النادي يا بتاع يعني حاجه كده. جاله تليفون بيقول له امضي وفلوسك عندي، بس الامضاءات دي ضروريه النهارده، امضي وفلوسك عندي ما تقلقش. فالراجل يعني مش واخد خوانه فمضى. بعد ما مضى فضل يتسوح يوم في 2 في 3 في اسبوع في 2، بح مفيش اي فلوس، لغايه ما هو راح ايه، طالع عن شعوره وكاتب بقى كل الكلام ده في بوست على فيسبوك. تنقلته كل الصفح الكبيره اللي ليها علاقه بالكوره وبالرياضه على فيسبوك وعلى المواقع يعني. وده الحقيقه يفتح بقى باب تاني، يعني غير ان انت كنادي طبقا للروايه اللي اتقالت، ولو الروايه غلط حاسبوا اللاعب، يعني روحوا احبسوه بقى او ارفعوا عليه قضيه، لانه في الاخر بيشهر بيكم. لكن انا بنفرض دلوقتي ان الكلام اللي اتقال ده حقيقي، او بنمشي مع الروايه دي طول ما اتخذش اجراء، او ما فيش اجراء اتخذ قانوني مع اللاعب ضد الكلام اللي قاله، يبقى كلامه مظبوط. فمش بس كمان موضوع اللاعب، هو ده فتح لنا باب تاني بقى للتجربه بتاعت فيوتشر نفسها وغير فيوتشر. يعني فيوتشر ده يا جماعه من سنتين بس ما كانش موجود، ده كان نادي كوكاكولا صعد للدوري الممتاز. نادي فيوتشر او المجموعه اللي اشترته، معرفش هل احمد دياب ده رئيس نادي شرفي مثلا ولا هو المالك، يعني احنا برضو مش فاهمين الملاك مين، بس ما علينا. اشتروا النادي وسموه فيوتشر، وبدا يخش الدوري، وبداوا ياخدوا لعيبه اعارات من الاهلي ومن الانديه الكبيره، وياخدوا رانك، يعني خدوا ترتيب مركز رابع على الدوري، وشاركوا في البطوله الكونفدراليه، ووصلوا تقريبا دور 8 او دور قبل نهائي. ففي كيان يعني محترم بيتبني. فهوب فجاه كده في ثانيه الكيان ده بح. ايه اللي حصل؟ ازمه ماليه، علي ماهر مشي، بداوا يبيعوا اللعيبه شروه واحده بمعنى شروه واحده، يعني باكج كده على بعضه، 4 لعيبه بوبو ومعاه 3 كده، باي 2 جيت 2 فري فاهم ازاي؟ وراحوا ايه، مدينهم لبيراميدز بمبلغ وقدره بالدولار، بدون طبعا رغبه اللعيبه اكيد حصلت، لكن في الاخر اقصد بدون اختيارات. يعني بوبو في الاخر كان عايز يجي الاهلي، في بعض اللعيبه كانت عايزه جاي لها احتراف في الخليج او جاي لها احتراف في انديه اخرى، لكن ما كانش فيه اختيارات. خلاص هو الاربعه شروه واحده، بيعه واحده لبيراميدز، وخدنا الفلوس، وكمان ما تديش للعيبه مستحقاتها. وبخ النادي اتباع لوليد دعبس وهيتسمى مودرن فيوتشر. فبالتالي التجربه فشلت، يعني الكلام كله بيقول ان التجربه دي فشلت سنتين وانتهى النادي، خلاص انتهى المشروع. طب انت كنت اشتريته ليه ودلوقتي بتبيعه ليه؟ طب انت كسبت ولا خسرت؟ طبعا خسرت، يعني احنا عاملين كده، انت خسران الجلد والسقط يعني. واي نادي استثماري في مصر هو نادي هيخسر من قبل ما يبدا، عشان بس نبقى متفقين، لان مفيش حاجه في الكره المصريه تقول انك هتكسب قد اللي بتصرفه ده. حتى بيراميدز مسيره الى زوال، وقلنا الكلام ده قبل كده، مسيره الى زوال. هي بس الفكره كلها ان البلاعه اللي بيسحب منها بيراميدز الفلوس بلاعه حجمها كبير شويه، تساع يعني تشيله 4 5 6 7 8 سنين يصرف. لكن واضح ان البلاعه بتاعت فيوتشر كانت بلاعه صغيره، ما قدرش. القصه كلها خاضعه
قدرتك الماليه على التحمل عدد سنين قد ايه، لكن في الاخر مسيرك الى زوال لانها تجربه فاشله. ولو انت مش عارف انها فاشله من قبل ما تبدا، فاشله ماليا، ممكن يكون ليك اهداف تانية من النادي ده، واجهه اجتماعيه، انت راجل بيزنس مان وعايز تصرف وعايز يبقى عندك نادي بيلعب في الدوري الممتاز مثلا. يعني مثلا زي فاركو في الاخر هي شركه ادويه، ممكن تكون حضرتك بتصرف على النادي بتاع فاركو ده من فلوس المصانع بتاعتك بتاعت الادويه، وهي تغطي وتزيد، وقادر تصرف بالقدره الماليه دي، وحابب ان يبقى عندك نادي، ماشي، ده هدف، مش لازم يكون هدف استثماري، انت حر. لكن اي تجربه استثماريه لنادي في مصر فهي تجربه فاشله ماليا من قبل ما تبدا، لان مفيش عوائد، مش حاجه جديده يعني. بس هو السؤال، انت بقى كنت داخل كفيوتشر، داخل هدفك ايه؟ داخل تعمل ايه؟ يعني قعدت سنتين ورحت غاطس واقع وبتبيع النادي دلوقتي، طب انت اشتريته ليه؟ طب خلاص اشتريته وخسرت وبعته، وكمان بعت الاربع لعيبه زي ما قلنا بيعه واحده كده باكج، بعتها بيعه واحده لبيراميدز وخدت فلوس، ادي العيال حقها بقى، ادي العيال حقها. طيب انا عندي رساله اخيره للاستاذ احمد دياب. يا معالي النائب المبجل، يا معالي رئيس نادي فيوتشر، يعني بغض النظر طبعا التجربه بتبين قد ايه حضرتك ناجح اداريا يعني فاحنا الحقيقه مش عايزين النجاح ده في الرابطه دي، بقى الكره المصريه تخصنا، انت النادي يخصك، سواء انت محطوط واجهه او انت محطوط انت المالك او انت رئيس شرفي او انت بتدير، بغض النظر مش فارقه معانا، فشلت بتاعتك، محدش يقدر يقول لك حاجه، انت حر. لكن احنا مش عايزينك في الرابطه بقى، يعني التجربه الاداريه الناجحه دي روح انقلها حضرتك لشركاتك، لشركات بابا، لاي حاجه، فاهم قصدي؟ للبرلمان، محتاج المواهب اللي زي حضرتك جدا اكيد. فانا بس يهمني في الاخر بقى الكوره كمشجع كوره، ابعد بقى عن الرابطه، ويا مش عارف اقول يمين، ما هو انا مش عارف مين المسؤول. يا جماعه الخير، احنا مش عايزين الاخ احمد دياب في الرابطه، لا عنده مؤهلات كرويه ولا عنده سي في رياضي، وكمان حتى السنتين اللي اشتغلهم في الكوره مسك رئيس نادي فشله وباعه. فاحنا مش عايزين الاستاذ احمد دياب في الرابطه، تحاسبوه بقى ما تحاسبوش دي بتاعتكم، بس احنا الرابطه المصريه تخصنا، ودي اول رابطه مصريه. يعني ده رجاء يوصل بقى لصاحب الامر يعني ويبت فيه. وبس كلمه اخيره نربط بقى الاحداث ببعضها كده، الفلوس زي ما قلنا في الفيديو بتاع لما كنا بنتكلم على وليد فراج، الفلوس ما بتعملش، الفلوس في الكوره مش هي كل حاجه، وده مثال فيوتشر اللي حصل، وزي ما قلنا مثال اي نادي استثماري تاني ناوي او فاكر انه هيكسب. يعني لو الاستاذ وليد داعبس اشترى فيوتشر وهو فاكر انه هيكسب فيه، وانا اشك في كده، يبقى هو فاشل من قبل ما يبدا. لو هو عنده اهداف اخرى مفيش مشكله، خلاص براحته، من حكم في ماله ما ظلم. لكن الرابطه المصريه تخصنا. الناحيه الثانيه بقى على الوجه الاخر من الكوكب، السعوديه والدوري السعودي والكلام اللي قلناه في موضوع الفلوس، انها ما بتعملش انديه وما بتعملش ادارات. النصر السعودي خسر اول مباراتين ليه في الدوري الممتاز في السعوديه، دوري روشن، صح كده اسمه روشن؟ دوري روشن. فخسر اول مباراتين ليه بكريستيانو رونالدو ابو مليارات، خسر من فرقتين انا اول مره اسمع عنهم، معلش انا الدوري السعودي اعرف فيه 4 5 6 7 فرق اسمائهم يعني، لكن الفرقتين اللي انا قريتهم كده وانا بقرا النصر خسر من مين اول مباراتين، فرقتين اول مره اسمع عنهم الحقيقه خالص. فالفلوس اهي ما شفعتش، هو دي بقى الفرق. ولسه احنا هنعمل فيديوهات عن الموضوع ده، اصل انا مؤمن بيه، ولو طلعت غلط، لو الفكره نجحت والله انا هطلع اقول انا غلطان وكان عندكم حق. الفكره هتفشل، مش عشان انا عايزها تفشل، لكن انا مؤمن انها هتفشل، وفي ادله اهي بتقول. وزي ما قلت بيراميدز مسيره الى زوال، بيراميدز اللي مقعده القرشينات كتير، قاعد يستمر شويه 4 5 6 7 8 9 سنين ماشي، والله مسيرك الى زوال.
السلام عليكم.